بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، في أواخر هذا الشهر الفضيل، وهو شهر رمضان الفضيل، أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم وأوصانا الله عز وجل بإخراج زكاة الفطر. زكاة الفطر يعني كما أوصى الله عز وجل وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه الزكاة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هي طهرة للصائم وتوسعة على الفقراء والمحتاجين. فهي يعني هاد الزكاة اللي كيخرج الإنسان يعني ديال 20 درهم اللي حددها المجلس العلمي هاد السنة، المجلس العلمي الأعلى طبعا حدد القيمة ديال الزكاة في 20 درهم نقدا. فهي توسعة للفقراء والمساكين وطهرة للصائم، يعني كتحاول تجبر داك بعض مثلا الذنوب والمعاصي اللي كان ارتكبها الانسان مثلا خلال الصيام ديال شهر رمضان الفضيل، وهي توسعة طبعا على الفقراء والمساكين والمحتاجين باذن الله تعالى. الزكاة انما صدقات للفقراء كما قال الله عز وجل، انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه وفي الرقاب الى اخره. يعني الصدقة خصنا نعطيوها للفقراء والمحتاجين، فخصنا نعطيوها للناس اللي محتاجين طبعا. فما تخليش انت مثلا هذاك القدر ديال الزكاه مثلا وتعطيه للعائله النيت، كتعطيه يعني لافراد العائله. ممكن تعطي لافراد العائله، ولكن يعني الزكاه يعني خصك تعطيها للناس اللي محتاجين اكثر، فخصك تشوف الادنى في الادنى. فما تشوفش انت واحد غير كتعرفه ولا صديق ولا كذا الى اخره وتقول له حق هاك الزكاه الى اخره. لا، هذا لا يجوز. فخصك تعطيها للمحتاج والفقير واللي محتاج فعلا. المقدار ديالها 20 درهم كما اوصى المجلس العلمي الاعلى. كيف تخرج؟ واش نقدا ولا يعني عينا؟ يعني اما كنخرجوها نقدا فلوس، ولا كنخرجوها شعير وقمح وفارينه وكذا والى اخره ودقيق الى اخره، ويعني مجموعه من المتعلقات ديال العين. فالعلماء اختلفوا، كاين اللي قال لك ودي خرجها فلوس، وكاين اللي قال لك خرجها يعني عين، يعني دقيق شعير فارينه فول حمص الى اخره وما يدخل في هذه المواد. لكن يستحسن، انا حسب الراي ديالي وعلى حسب الاستقراء اللي درت واحد المجموعه ديال الاراء الفقهيه في هذه الامور، يعني يستحسن ان الانسان يخرجها نقدا، لان اسهل، هي اسهل عمليه باش بالفلوس. يعني الا خرج شي 20 درهم غادي يسهل على الانسان انه يمشي يجيب طحين، يمشي يجيب كذا الى اخره. اما لا عطيتيها له مثلا طحين ولا كذا، هو اصلا تلقى مثلا عنده طحين في الدار ولا كذا، فالفلوس ممكن يقضي بها شحال من الحوايج. فنسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، وان تكون هذه الزكاه خالصه لوجهه الكريم، والانسان ما يعطلهاش حتى المرسله ديال العيد مثلا، يخليها تفوت الصلاه هذيك تبقى صدقه، يعني ما عندها علاقه بالزكاه. فملي كتخرج نورمالمون خصها تخرج في 10 ايام الاخرى، يعني في 21 في 20، المهم 10 ايام الاخرى، يعني ما تفوتش عليها صلاه العيد. الا فات صلاه العيد كتولي صدقه من صدقات، ما كتبقاش زكاه. فاسال الله عز وجل ان يوفقنا لاخراجها واعطائها لمستحقها، وان نكون قد صمنا وقمنا و يعني امنا على التقرب الى الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل. اسال الله عز وجل لي ولكم التوفيق والتيسير والهدايه والرشاد والسداد وحسن الختام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.